ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده هنعمل ساعة رولكس. طبعا هي ساعة حلوة جدا وكلنا عايزين نجيبها، بس احنا نعملها 3D بدل ما نجيبها وندفع فيها فلوس كتير، وفيها تريكات اضاءة حلوة وتكتشر لغاية ما نوصل للنتيجة دي. فيلا بينا نبدأ. طيب اول حاجة كده هنخش على جوجل عشان نجيب الموديل بتاعها. نكتب واتش رولكس كده موديل 3D، اي هبل في الجبل اللي انا كاتبه ده، وهنلاقي طالع لنا موقع اسمه سي جي تريدر. انا كنت جايب الموديل من ده. تدوس هنا عليها كده زي الشاطر، وبعد كده هتلاقي ساعات كتير، في منها مجانية وفي منها مدفوعة. انا اخترت الساعة دي، ساعة رولكس. وهتلاقي بقى ايه، ليها صور بقى وحاجات، وانت بقى تقعد تتشقلب كده في الموقع. تمام، انت هتدوس فري داونلود كده، اعمل زي احمد كده، يعني اعمل زي. تمام، عشان تحملها. وطبعا تكون لازم مسجل الدخول وتستنى الوقت ده اللي هو 20 ثانية ده، وخلصوا خلاص كده الحمد لله. وهنلاقي صيغ كتير، او بي جي بقى، اف بي اكس. انا كنت محملها اف بي اكس. تدوس داونلود هنا، وبعد ما تحملها تفتح عمنا بلندر كده وتمسح هؤلاء الفضلات، ديليت انتر كده. وعايزين ندخل الساعة ده ازاي بقى؟ هنيجي هنا في فايل امبورت عشان ندخلها، واف بي اكس الصيغة اللي احنا حملنا بيها. تشوف بقى المكان اللي انت كنت محمل بيه الساعة وتجيبها. ده المكان اللي انا كنت حافظه فيه. تستنى كده ثواني وهتلاقي ايه، الساعة جاتلك طبعا بشكل خزعبلي، هي كبيرة فشخ. فاحنا عايزين نصغرها. تمام، اس كده نصغرها. وبص يعني هي كبيرة، فانت صغرها ايه على قد ما ربنا يديك. يعني ايه، يعني شوف انت تعرف تصغرها 2000 وصغر، بس مش قوي برضه. يعني ايه، خليك شخص رومانسيكي كده. تمام كده تمام. انا بس عشان عندي هوس اقعد اظبط كده في الحاجة كتير، وانت برضو ظبط زي عشان تبقى واحد كويس في 3D. وبس كده كده. دي الساعة بتاعتنا، طبعا هي حلوة. تيجي هنا تختار سايكلز، وتخلي اعدادات الريندر دي 128، ودي ممكن نخليها 90. ده الفيو بورد اللي بنشوف منه الريندر. تمام، وعايزين نيجي هنا نشوف ايه الحكاية في الريندر. فتيجي هنا تدوس على الكورة دي عشان تشوف ايه الريندر. تمام، هذا هو الريندر. طبعا انت هتلاقي ان مفيش اضاءة والساعة شكلها سخيف، بس احنا هنعمل ده كله. عايزين نحط اضاءة وهمية عشان نشوف. فتيجي هنا وانت في الريندر تدوس على السهم ده وتفتح السين وورلد ده. تمام، هتلاقي ان دي اضاءة. تمام، دي اضاءة وهمية بس مينفعش ترندر بيها. تمام، هتلاقي ان هي اضاءة جميلة جدا اتحطت. وعلى فكرة في اضاءات كتير، يعني هي لو جيت هنا وتفتح في مثلا اضاءة زي دي، ساعات بستعملها برضو في الريندرز عادي. فدي اضاءة جميلة، بس انا مش عايز دي دلوقتي. عايز اشوف اي حاجة وخلاص كده، عشان دي اصلا اضاءة وهمية بشوف بيها. انا بس دوست كنترول اس عشان احفظ البروجكت واحفظه في اي مكان كده. تمام، عشان ايه، ما انا مش عايز اعيط. ويلا بينا نبتدي الشغل اللي على جد. تمام، عايزين نظبط بقى التكتشرنج بتاعها كده، عشان فيها لون بامبا ولون اسود، وانا عايزه اخليها ذهبي. تمام، فعايزين نقسم الشاشه هنا كده. تيجي هنا كده وتقوم شادد بسرعه كده عشان ما يغتتش عليك. دي هنشوف فيها الريندر ودي هنشتغل فيها. عايزين بقى نخليها لونها ذهبي. وده هنعمل ايه؟ هنمسك اي حاجه كده في الساعه. انا مثلا يعني همسك دي كده. تمام، ونيجي هنا في الماتيريالز. تمام، وهنمسك الماتيريال السودا اللي هي الالومنيوم دي. تمام، ونيجي ندوس اكس كده. تمام تمام، وندوس نيو تاني عشان احنا بنرجع في كلامنا. انت بقى ممكن تعلي الميتاليك والرفنس كده، وتيجي في اللون كده وتختار ده. وده حاجة يعني انا ما بحبهاش خالص. فتعالى اقولك ازاي تعمل لون الدهب المظبوط. احنا عايزين نقسم الشاشة، فنيجي هنا نسحب. طبعا سحبت غلط، ونرجع كده تاني ونسحب تاني، ونجيب شيدر اديتور. ادينا بنحل المشاكل مع بعضينا اهو. تمام، ونسيب اللزاز دول زي ما هما كده، ونجيب شيفت ايه كده، ميكس. فين يا ترى الميكس؟ انا مش عارف. ايوه الميكس كولر اهي، ميكس كولر. ودي تخليها دارك. تمام، وتوصل دي في دي كده في البيس كولر، وتخلي تاني واحدة دي فاتحة، واول واحدة دي تفتحها برضو وتخليها ذهبي كده. تمام، دي تركية برضو بتخلي الميتال بتاعك حلو. والرفنس دي مثلا 0.2 كده، والميتاليك 1. ولسه احنا بقى ايه، هنقعد نظبط عشان الحاجات دي الماتيريالز بتتظبط مع الإضاءة. ممكن تقلل الساتوريشن بتاعها كده عشان تفتحه، بس هتلاقيها قلبت فاضي، فاحنا هنرجع تاني كده. يعني حاجة بسيطة. تمام تمام. عايزين بقى ننقل هؤلاء
نخلي كل الساعة لونها ذهبي. وده ازاي؟ تعال اقولك. هي طبعا الساعة بتاعتنا جميلة جدا، تعالوا نشوف في الريندر تاني. تمام. عايزين بقى، هتلاقي كده في حاجات بامبا وحاجات سودا، واحنا عايزين نخلي كله ذهبي. تمام، فهنمسك دول كلهم كده، يعني نمسك ده، تمام، وده نمسكهم كلهم كده، ونختار اللي احنا ملونينه اخر واحد، كنترول لينك ماتيريالز. تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنقول له يمسك كله، يخلي الماتيريال بتاعه اخر واحد، اللي هو اخر واحد مسكناه. هنمسك الابيض ده، تمام، وده برضو هنمسك له الابيض، وده نمسك له الابيض، وده نمسك له الابيض، ونمسكهم كلهم ونختار ده اخر واحد، وكنترول لينك ماتيريالز تاني، ولا حصل اي حاجة. تعالوا نشوف. نمسك ده لوحده ونخليه جولدن، ونمسك ده نتأكد ان هو ابيض ونخليه الماتيريال ده اللي هو الجولد اللي احنا عملناه. وايه تاني مش ذهبي؟ في حاجات كتير مش ذهبية بس احنا هنشوف. نمسك في دول، نمسك ده كده، وده وده ونمسك ده اخر واحد، وكنترول لينك ماتيريالز. ده معناه ان احنا بنقول له كل اللي احنا مختارينهم يخليه ماتيريال اخر واحد مسكناه اللي احنا ملونينه. هتلاقي ان في حاجة بامبا جوه، طبعا الازاز ده لونه اسود، احنا هنمسحه ان هو اصلا مش باين في الرندر. تمام، دي لونها بامبا، هتلاقيها هنا كده. تمام، ودي برضو نخليها ذهبي. تمام، وهتلاقي كده كل حاجة اتحلت، وفي حاجة مش ذهبي لسه، اللي هي دي ودي. ونمسك دي اخر واحد، وكنترول لينك ماتيريالز. واحنا كده شطار ومية مية. هنلعب بقى في الماتيريال دي شوية، هتلاقي ان دي كل حاجة متظبطة. نشيل الصورة دي ونخلي دي الرفنس بتاعتها قليلة. تمام، والميتاليك يعني كتير شوية. احنا بقى نقعد نلعب يعني مثلا 0.2 كده، ونكتره حبة، وده نكتره حبة برضو. فاحنا لسه كل ده هنقعد نلعب في الماتيريالز واحنا شغالين على الإضاءة عامة يعني. تمام، انا بس عايزة انظم الشاشة بتاعتي. كليك يمين كده، جوين اريا، ونطلعه لفوق كده، ونسحب الشاشة كده تاني. دي نشتغل فيها شيفت ايه كده، كاميرا، عشان نبتدي نعمل اللايت بتاعنا. ولازم نجيب كاميرا عشان نشوف منها. لو دوسنا 0 كده هنلاقي ان هي باصة كده. وده ليه؟ ده ان هي جوه الساعة اصلا، يعني هي باصة في الحتة دي. تمام، فان كده فيو وكاميرا تو فيو. ده يعني ايه؟ يعني انت طبيعي بتتحرك كده في الفيو بورد كده بالحاجات العادية. لو انت بقى اتحركت كده، انت كده بتتحرك بالكاميرا، يعني الكاميرا تبص فين، كأنك بتتحرك في الفيو بورد عادي. تمام، فاحنا هنفضل نظبط كده لحد ما نوصل لشكل فيو كده برضو كاميرا تو فيو، ونظبط هنا. تمام، ونوصل للشكل اللي هي تبقى متسنطرة كده في النص، فاهمين انتوا، بمنظور كده جميل. نيجي هنا في اعدادات الكاميرا، وننزل تحت لغاية ما نلاقي فيو بورد ديسبلاي، نفتحها ونخلي دي 1. هتلاقي ان كل الحواف ودت كده. ونيجي هنا كده ونخلي المقاس بتاع الكاميرا ده 2000، كلهم 2000 كده. تمام، نشدهم كلهم 2000، ونقرب كده حبة. تمام، هي الكاميرا كده. نيجي في اعدادات الكاميرا نخلي دي مثلا 180، ونبتدي الشغل اللي على جد. تمام، احنا برضو ايه، المنظور بقى تحفة، انت عايز تبوسه واحنا لسه اصلا ما عملناش حاجة. تمام، عايزين بقى كده، معلش يا جماعة، نيجي هنا نقفل الكاميرا تو فيو كده، وان برضو ونقفل الكاميرا تو فيو كده عشان نعرف نتحرك براحتنا، ما يحرك لناش الكاميرا. طب نيجي هنا ونفتح السين وورلد ده عشان الإضاءة تختفي، عشان دي إضاءة وهمية، ونعمل احنا إضاءة بقى. تمام، وطبعا هتلاقي ان الجو رمادي، احنا عايزين نخليه اسود خالص. فهنيجي هنا في الورلد كده وتخلي ده اسود، ممكن تخليه ابيض، فانا هخليه اسود. تمام، شيفت ايه كده، لايت اريا لايت، ونجيبه كده دي اضاءة. انا بحب الاضاءة دي جدا، الاريا لايت دي انا بعشقها. هتكبرها كده شوية، وهوريكم احنا هنعمل بيها إيه يعني نتأكد ان هي في النص كده. ايوه، كده عشان نلفها كده على الساعة. وبعد كده هنعمل ايه تاني؟ وبعد كده تيجي هنا جي اكس، وبعد كده جي كده عشان تجيبها هنا كده، عشان تلفها على الساعة. وبعد كده هنمسك دول كلهم كده،
وار انا بس عايز اعملهم كده، بس دي حاجة ليا، انت لو مش عايز تعملها خلاص. ار زد كده 90 ونجيبهم في النص كده تاني، عشان انا عايز اشتغل على اتجاه الواي. تمام. تمام. الاضاءة دي بقى ايه، انا هوريكم هنقعد نعمل فيها ايه. احنا ممكن نخلي دي مثلا الباور بتاعها 50 كده، ونقربها كده من الساعة، وار كده كمان. احنا نقعد نلعب، يعني انت لازم اصلا تقعد تلعب كده عشان تعرف تطلع شكل حلو عليه القيمة. تمام. تمام. ايه تاني؟ طيب انت بقى المفروض تقعد تلعب ومش عارف ايه وكده، بس انت ممكن تيجي هنا كمان وتعلي الإضاءة اكتر، تخليها 70، واس كمان تصغرها وتجيبها كده شوية، وار كده تلفها. تمام. يعني بتقعد انت تلعب بقى. لو انت بقى ايه دوست شيفت دي كده عشان تنسخها، ولفتها برضو دي على الساعة ار كده، لو دوست ار بتلف وتعملها كده وتجيبها، هتحاول تجيبها على الساعة كده بشكل مميز. ما تحاولش تجيب اضاءة وتحطها قدام المنتج بتاعك، عشان انت كأنك كده فاتح كشاف التليفون وحطه في عيني، يعني انا اكيد عيني هتوجع. تمام. طيب هي الساعة كده شكلها جامد، بس هي برضو لسه محتاجة حبة ظبط في الماتيريال كده. ممكن نكتر الرفنس بتاعها كده، لا طبعا مش كده 0.2 مثلا، لا بلا بلا اي هبل في الجبل. ونتصرف بقى في الإضاءة. احنا عايزين نفتح شوية الجو بتاعنا. ممكن بقى ايه نمسك الإضاءة دي ويعني شيفت دي والت جي، الت جي عشان تيجي مكانها، والت ار، يعني الت جي عشان تيجي في المكان المظبوط، والت ار، وبعد كده نرفعها لفوق، واس كده. وبعد كده انت ممكن بقى جي زد كده تقربها لو عايز الإضاءة أقوى، يعني ممكن 7 كده من فوق وتصغر فيها اس كده، وممكن تجيبها ورا كده شوية عشان مش عايزين إضاءة اللي هي حامية جدا يعني. تمام. ممكن تمسك دي وتخليها 0 بوينت لا بلا بلا كده. بص انت تقعد تلعب بقى، فاهم؟ ماشي. 0.24 مثلا. يلا. ممكن هنا كده تمسك الإضاءة دي وتخليها 50 عشان ما تبقاش ناشفة. تمام. وتجيبها مثلا هنا كده عشان الإضاءة تيجي من فوق كده. ركز في الإضاءة اللي فوق الساعة، هي دي اللي عاملاها. تمام. وجي زد كده هي التركاية في الإضاءة بس، يعني الموضوع بسيط. شيفت دي كده زد عشان ننزلها تحت، وبعد كده ار على الساعة، ار يعني نلفها على الساعة كده، تخلي الإضاءة يعني عاملة فوق كده الساعة. ممكن تمسكهم هما الاتنين اس زد كده لو عايز تقربهم. تمام. يعني انا مديك كل الامكانيات. طيب احنا كده خلصنا جزء كبير جدا، احنا بس عايزين نلعب في ده. ممكن تفتحه كده سيكا او سيكا كمان، فاهم انت؟ تمام. قشطة. نيجي هنا بقى نشوف الدنيا عاملة ايه. طيب هنعمل ايه بقى تاني يا صديق؟ تعال اقولك يا صديقي. نيجي هنا في الريندر تاني ونشوف بقى الدنيا ايه اخبارها وايه اللي محتاج اضاءة كتير. بص هتلاقي اللي ورا دي سودا. تمام. فلو مسكنا الاضاءة دي مثلا كبرناها كده شوية، انت بقى تقعد تلعب كتير كتير. بص ممكن تمسكها شيفت دي كده وتجيبها ورا عشان تنور برضو اللي ورا، يعني احنا كده ننسى اللي ورا كده مينفعش. بس كده الموضوع بسيط جدا. بالإضاءة عملنا الشكل ده. لسه بقى هنقعد نلعب في الماتيريالز شوية. نمسك مثلا واحدة كده ونقسم الشاشة كده، ونجيب دي الشيدر اديتور كده وندوس ان. تمام. نيجي بقى نخلي ده مثلا نقلل الساتوريشن عشان يفتح، يعني الساتوريشن عايزين نفتحه شوية. لا انا مش عايز ده كده. يعني احنا مش عايزين اللون يبقى غامق قوي ولا فاتح قوي. ممكن الهيو ده بقى بيتحكم فيها. تمام. تمام. بيخليه فاقع او اللي هو باهت كده. تمام. فانت ممكن تنسخ الهكس ده وتحطه عندك، هيظهر لك نفس اللون اللي هو عندي، اللي هو اف دي 79 كده. تنسخه عندك وتحطه في الهكس. تمام. ممكن برضو تكتر الهيو كده شوية
عشان يديك الشكل المظبوط وكده. اللون ده عاجبني اوي جدا يعني عاجبني. تمام. ايه تاني ممكن نعمله؟ نيجي هنا في الكالر مانجمنت وتخلي دي ستاندرد. لا ده طبعا قرف. جي اكس تاني زي ما احنا، ولكننا عملنا حاجه. وننزل تحت نفتح اليوز نودز كده ونفعل اليوز نودز. تمام. نفعلها كده. انت مش هتلاقيها متفعله، تفعل. لو حطيت نقطه كده دوست ورفعت او قللت، ده بتتحكم في الاضاءه، فانت ممكن تكترها وتقللها يعني زي ما انت عايز. بص يعني عيش حرفيا، انت عيش يعني. محدش هيقول لك لا. ممكن ده تخلي مثلا 0.2 كمان. اقعد انت العب بقى، العب يعني 0. لا بلا بلا كده، فاهم؟ فانت كده وصلت لشكل جامد جدا. تعالى برضو اقولك على حاجة صايعة جدا برضو ممكن تعملها. تمسك الكاميرا بتاعتك كده وتدوس ان وتفعل الكاميرا تو فيو، وانت في الفيو كاميرا تو فيو كده تفعلها. وبرضو كده هنا برضو في الفيو بورد تدوس ان فيو كاميرا تو فيو زي ما قلت لك. تاخد لك بقى زاوية كده في الحتة دي كده، اللي هي في الساعة دي من هنا كده. ده ريندر برضو حلو. انا كنت عامله برضو للفيديو يعني. فدي حاجة جميلة برضو. وتعمل ريندر ايمج برضو. وبرضو تيجي هنا تعمل زاوية زي دي برضو. دي زاوية جامدة جدا. ممكن بقى تعمل ريندر لزوايا كتير من الساعة يعني زي ما انت عايز، فاهم؟ فدي حاجة جميلة جدا يعني الصراحة. ممكن اي زاوية في الدنيا. تمام. كنترول زد بقى عشان انا هرجع ده كله، عشان انا عايز الزاوية بتاعتي القديمة. كنترول زد، كنترول زد. والله كنترول زد انا جاي عليه جامد. اكتر زرارين في الكمبيوتر في الكيبورد. طب نقفل بقى الكاميرا تو فيو، وبعد كده ريندر ايمج ونرندر الصورة. وهتلاقي الريندر بيحمل. اول ما يخلص تدوس هنا على ايمج وتدوس سيف از، هتلاقيها اتفتحت لك بعد ما الريندر يخلص. تدوس عليها وتسيف في المكان اللي انت عايزه الصورة عشان تحفظها. وكده احنا عملنا الصورة دي. يا رب تكون استفدت، وهتلاقي الروابط كلها تحت في الوصف. ما تنساش بقى تبعتلي على الانستا، ويلا سلام.